البلاء، وما أدراك ما هو البلاء. ما من عبد مسلم في هذه الدنيا إلا ويعتريه البلاء، سواء مما ملكت أو مما كسبت يمينه أو مما سلط عليه من السفهاء، ما تدري. هكذا الدنيا. البلاء له فسطاط للصادق وفسطاط للكاذب. أنت أحيانا حينما تريد أن تميز حب الزوجة أو حب أي كان تبتليه، ترى يحبك تطلب منه مال، ولله المثل الأعلى. كيف أنت تكن صادقا في عبادتك، في صيامك، في قيامك، في قراءة القرآن؟ كيف تعلم كيف يعلم ذلك؟ بالابتلاء. يقول الله جل وعز شانه: ألف لام ميم. اسمع بعين البصيرة. لا نريد نحن أن نخرج جيل يقرأ القرآن هكذا مهذارا كذر الشعر ثم ما يعقل شيء. نريد أن نقف عند كل آية. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أتحسب أنت وأنا أن نقول لا إله إلا الله، نحن على الحمد لله مؤمنون لها الحمد، لكن أتحسب لن تبتلى؟ أحسب الناس، الله عز وجل هو الذي يتكلم. أحسب الناس، ماذا قال؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ثم جاء بسنته جل وعز شانه، سنة الله، قال: ولقد فتنا الذين من قبلهم. لماذا يا رب فتنتهم؟ فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الله عز وجل يريد أن يرى. قال ابن عباس: فلا يعلمن أي ليرى، يريد أن يرى الله عز وجل هل أنت صادق أم كاذب. كلنا يصلي الصلوات الخمس، كلنا يصلي الجمعة، كلنا يصوم رمضان، لكن من صادق ومن كاذب؟ من هكذا أخذها عادة ومن أخذها عبادة؟ من منا مثلا يقوم الليل هكذا، ومنا من يقوم هكذا رياء، ومنا ليس له إلا من قيامه إلا التعب؟ من منا؟ كيف نميز؟ بالابتلاء. يبتليك الله عز وجل يرى أنت تصدق أم تكذب. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا تظن. من دخل الإسلام لأنه طريق للجنة يجب أن ترمى بالسهام. خذها قاعدة: من دخل الإسلام يجب أن يرمى بالسهام لأنه طريق للجنان. علم؟ لا تظن أن الإسلام طريق معبد تأخذه من أول الطريق إلى الجنة من غير عناء ولا مشقة. أنت مسلم، طالما أنك مسلم فحجبت عنك الجنة بالمكاره: الصلاة والصيام والزكاة والحج والابتلاء. أنت مسلم، لهكذا ترى الشهوات طريق للنار. فلا تظن أن للإسلام طريق معبد تمشي عليه جرية لتصل للجنان. يجب أن ترمى بالسهام، يجب أن ترمى بالسهام. لهذا الله عز وجل يقول: فلا يعلمن الله، وهو يعلم، لكن ليثبت الحجة عليك الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هذا من الابتلاء، هذه من روائع الابتلاء، أن يعلم الله ويرى الله وترى أنت في نفسك أنت صادق أم كاذب، لتعلم وتتيقن. علمت؟ علمنا. أيضا من روائع الابتلاء يا معشر الإخوة، كلنا فيه ابتلاء. منا من ابتلي بابنه، ومنا من ابتلي بجاره، ومنا من ابتليت بزوجها، ومنا من ابتلي بعمه، ومنا من ابتلي بابنته، ومنا من ابتلي بماله. لكن هل تعلم أن الله يحبك؟ غريبة. نعم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. يا مرحبا بالابتلاء. نحن نقول نسأل الله العافية، لكن إذا كان دلالة الحب فيا مرحبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. تخيل حينما أنت يموت أمام ناظريك الولد، ثم يتبعه البنت لا قدر الله، ثم تفقد المال، ثم ينزل عليك جبريل يقول: إن الله يحبك وسيجمعك بهؤلاء في الجنة. كيف البلاء عندك؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرك: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فهو علامة الحب، فلا تكره الابتلاء. فإذا نزل بك
لكن نحن لا نتمناه. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح حينما قال سمع رجل يقول اللهم إني أسألك الصبر، فقال صلى الله عليه وآله وسلم سأل ربه الابتلاء. نحن لا نتمنى الابتلاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموه فاصبروا. لا نتمنى أن نفقد حبيب أو عزيز، لا، ولكن إذا وقع يجب أن تثبت أنك صادق لتعلم أن الله يحبك. ليس هذا فحسب. تعلم من روائع الابتلاء كلنا أصحاب ذنوب. يعني أعطيك مثال، أنا الآن مثلا وقعت في ذنب فأريد أن أكفر ذنب فأقول أستغفر الله. هل الله عز وجل قبل استغفاري؟ ما قبل استغفاري. أريد أن أتصدق لأني وقعت في ذنب، الله عز وجل قبل صدقتي؟ لم يقبل صدقتي. أليس كذلك؟ أنت أذنبت وأنت أذنبت، أحيانا تريد أن يرفع الله عنك هذا الذنب، تذهب تتصدق، لكن ماذا تتساءل؟ غفر لي لم يغفر لي. وأنت تتصدقي قبلت مني أم لم تقبل مني؟ إلا حاجة واحدة. أحيانا إذا وقعت في الذنب فابتلاك الله ببلاء عظيم وصبرت، تعلم أنك صبرت، كيف تصبر؟ أن لا تشكو. يعني نفترض لا قدر الله ابتليت بصحتي، أعلم أن هذا بلاء، لكن أقول اللهم لك الحمد، أعلم علما يقينا أني سأكتب من الصابرين لأني لم أشكو أحد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ لا يزال البلاء بالمؤمن. انظر، بالمؤمن، وصفه بالمؤمن، ما قال بالمسلم، لأن الإيمان أعلى من الإسلام مرتبة. لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض، ماذا يا رب؟ ماذا يا نبي صلى الله عليه وسلم؟ وما عليه خطيئة. تصور تمشي على الأرض ليس عليك ذنب، لأن البلاء يسقط الذنوب كما تسقط الشجرة ورقها. فأنت تأمل. لهكذا حينما يقع البلاء على المؤمن إذا قال الحمد لله لا يشكو أحدا، أتعلم لماذا؟ من الذي كتب حياتك؟ سؤال، أنت الآن من الذي قدر لك وكتب أنك ستولد في يوم كذا، وستنال وظيفة كذا، ورزقك كذا، وتنال بيتا، وستكون لك زوجة كذا، ثم ترزق من هذه الزوجة ولدا، ثم يموت هذا الولد أو تفقد هذا المال؟ ما الذي كتب؟ ما الذي قدر لك؟ ستقول الله. أليس من العيب أن تشكو لأحد ربك؟ لأنه هو الذي سطر حياتك، فكيف تشكو عن حياتك؟ هل أنت لهذه الدرجة لا تثق بالله حتى تشكو لخلقه؟ هل أنت لهذه الدرجة إذا وقع بك بلاء تجزع ويقع في قلبك اليأس فتشكو لهذا وهذا وهذا وتجعل من نفسك؟ أين الصبر؟ كيف يميز المؤمن؟ كيف؟ أليس بالابتلاء؟ فإذا أنت شكوت هذا وهذا وهذا وهذا، لهذا جاء في الأثر أن المظلوم إذا انتقم لنفسه رفع أجره. رفع أجره. لا تظن أن كل مظلوم تقول أنا مظلوم أسأل الله أن ينتقم منه، ثم الرجل يتعرض لحادث أو يموت أو كذا انتقمت رفع أجرك. لا يحب الله الجهر في السوء من القول إلا من ظلم. تكلم، لكن لمن يقدر على رفع البلاء، لكن من لم يستطع اكتم. لهذا نحن نعاني من فهم سقيم في هذه الأمور إلا من رحم ربك. ليس هذا فحسب، جاء في الأثر، لأن نحن في دنيا تظن أنك ستأكل عنبا وتتكي، لا، فهذه دار تعب. من ظن أن الدنيا دار راحة فسيلزم نفسه بالتعب. جاء في الأثر، واسمع لهذا الأثر: إن هذه الدنيا دار التواء لا استواء، ومنزل ترح لا فرح، فمن عرفها لا يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، وجعلها الله دار بلوى. ثم قال: وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا. أريد الجنة، كيف سبب يا رب أريد أن أصل للجنة؟ ببلايا الدنيا. أريد الفردوس، كيف يا رب؟ ببلايا الدنيا. تصبر تنل الفردوس. ثم قال: ويجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي. يأخذ الله عز وجل منك ليعطي، ويبتلي ليجزي، لأن أنت تتعامل مع الله. أخذ مني المال، أعلم علما يقينا أنه أودعه لي في الآخرة. هذا أنت تتعامل مع رب جل وعز شانه. أعطيك أيضا كلاما يكتب بالذهب لمن ابتلى وابتلي.
يقول ابن القيم: من كمال إحسان الرب، اسمع، من كمال إحسان الرب جل وعز، أعيد، من كمال إحسان الرب جل وعز، والله كلام بالله اسمعوا، أعيده، من كمال إحسان الرب للعبد أنه يذيقه مرارة الكسر ليعطيه بعد ذلك حلاوة الجبر. الذي تكسر يده يشعر بالألم، يشعر بالراحة إذا جبرت اليد وبرئت. كذلك الله ولله المثل الأعلى، يكسر العبد فيشعر بالمرارة ثم يعطيه حلاوة. ثم قال: ويعرفه قدر نعمته عليه بأن يبتليه بضدها. أنا أسمع فيأخذ الله سمعي، أخذها بالضد فأعلم ما هي نعمة السمع، علم. لهذا قال: من كمال إحسان الرب جل وعز أنه يذيق عبده الكسر قبل حلاوة الجبر، ويعرفه قدر النعمة حتى بأن يبتليه بضدها. يقول أبو حامد الغزالي كلاما رائعا: الدنيا كما أسلفنا ليست دار استواء، لا تظن أنك ستجلس تضع قدما على قدم ويأتيك برزقك رغدا من كل مكان ثم لا تبتلى. يقول أبو حامد الغزالي كلاما نفيسا، يقول: لولا اعوجاج القوس ما رميت سهما. اسمع واعقل. يقول: لولا اعوجاج القوس ما رميت سهما. أعطيك سهما الآن ليس معوج، مستقيم، وأعطيك قوس مستقيم وسهم، وأقول لك ارميه، لن تستطيع. تقوم بإعوجاج القوس هكذا حتى تستطيع أن ترمي السهم. هكذا الدنيا ترميك للجنة باعوجاجها، ترميك للجنة باعوجاجها. وقد صدق، أعيد كلامه ليعقل لتعقل. يقول أبو حامد الغزالي: لولا اعوجاج القوس لما رميت سهما. لهكذا الدنيا جاءت معوجة لتلقي بنا إلى الجنة. فلو أخذت الدنيا مستقيمة لا اعوجاج فيها لن تبرح مكانك، لن تبرح مكانك. أيضا تعلم أيضا من روائع الابتلاء، تعلم حالك، أنت نفسك وأنا نفسي، أعلم حالي، والله أعلم حالي. هل أنا صادق، كاذب، أدعي الدين، أتزيف بالدين، أتقرب للسلاطين بالدين، أتقرب للوزراء بالدين، أتقرب للعامة بالدين، أم ماذا حالي؟ يقول ابن عطاء: يتبين صدق العبد من كذبه في أوقات البلاء والرخاء، فمن شكر في أيام الرخاء ولم يصبر في أيام البلاء فهو من الكذابين. كلنا يشكر. الآن لو أعطيك أي نعمة أعطيك إياها تقول الحمد لله. إذا جاءك ولد قلت الحمد لله. كلنا يشكر في النعم. إذا جاءك مال قلت الحمد لله. إذا جاءك قلت الحمد لله، الحمد لله. لكن لو سلبت منك النعمة هنا يتبين الصدق. هل تشكر الله عز وجل على العطايا ولا تصبر على الصبر؟ أصلا ما أخذ منك أنت أصلا، وأنت ماذا أخذ منك؟ انظر، نحن الآن ينعم الله علينا بالصحة، الأمن، الوظيفة، الزوجة، الولد، كل شيء، فيسلب جزء من حياتك، يسلب نعمة قليلة من حياتك، ربما تخسر سيارة فكأنك لم ترى نعمة. لأن عين العبد، انظر واسمع، عين العبد قاصرة لا ترى إلا المفقود. عين العبد قاصرة لا ترى إلا المفقود. أنا الآن تحيطني نعم عظيمة، فإذا أنا نظرت للنعم التي تحيطني أقول الحمد لله، لا أنظر لما لا أملك. فإن فقدت مني نعمة أقول اللهم أني أسألك الصبر، الحمد لله، علم. لكن أن أنظر هنا وهناك، أنا لا أملك هذا ولا أملك هذا ولا أملك هذا، فهذا عين البلاء والابتلاء. ليس هذا فحسب. يقول الغزالي أيضا يعلق على الابتلاء، يقول: إذا رأيت الله، نحن لا نريد فقط أن نقول كلمة، نريد أن نعقده هنا. يقول: إذا رأيت الله يحبس عنك الدنيا ويكثر عليك من الشدائد والبلوى، ماذا يا إمام؟ قال: فاعلم أنك عزيز عنده. غريب. يقول: أحيانا العبد، أنا عبد وأنت عبد، إذا أحببت ابنا تكرمه،
علم؟ إذا أنت أحببت زوجك تكرمينه، لكن لماذا؟ لأن هذا مناط الدنيا لي ولك، عيوننا قاصرة، لكن الله عز وجل يدخر لك الإكرام في الآخرة. فلهذا الدنيا لا يريد أن تتعلق في قلبك، لا يريد لك أن تتعلق هذه الدنيا بقلبك. فيقول الغزالي، يقول: إذا رأيت الله يحبس عنك الدنيا ويكثر عليك الشدائد فاعلم أنك عزيز عنده، وأنك عنده بمكان، وأنه اسمع يأخذك لطريق أوليائه وأصفيائه، وأنه يراك. أما ترى في قوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. تصور، اصبر لحكم ربك أي على ابتلاء ربك فإنك بأعيننا. ألا تريد أن تدخل في هذه الآية؟ لهذا إذا رأيت البلاء عليك والشدائد وحبس عنك الخير، والله الله يريد بك أن تسلك طريق الصالحين حتى لا تتعلق الدنيا بقلبك. كم من رجل فتحت له الدنيا فترك الدين، وكم من رجل حبست عنه الدنيا فأصبح من العابدين. لهكذا عيسى عليه السلام يعلق على الابتلاء. نبي يقول عيسى عليه السلام: لا يكون عالما، اسمع، لا يكون عالما من لم يفرح بدخول المصائب. عيسى عليه السلام يقول: لا يكون عالما من لا يفرح بدخول المصائب والأمراض عليه، لأنه يرجو أن تكن هذه كفارة لخطاياه.